قام واحد سأله وقال له يا فضيلة الدكتور شكرا، قال له محمد باقر الصدر هل تنصح بالقراءة له؟ قال له هذا تبع في الوزارة في إيران هذا عن حسن بن الصدر هذا أيامها. قال له لا لا يا مولانا لا لا لا، هذا عالم عراقي لم يسمع به. تخيل أنت عالم درس عقيدة لم يسمع بمحمد باقر الصدر، كارثة. لم يسمع بأكبر عقل فلسفي عربي القرن العشرين على الإطلاق، لم يسمع به. كتب تترجم وتلخص وتدرس في جامعات غربية، وإسهاماته الفلسفية والمنطقية لم يسمع به. وبعدين مرجع شيعي أعظم محمد باقر الصدر رحمة الله، مرجع الرجل مش أي كلام يعني. فقال له لا مش هو. قال له طيب على كل حال، قال له يا مولانا هو صاحب اقتصادنا وفلسفتنا والكتب المشهورة هذه. قال له لم أقرأها لم أسمع بها. قلت ايش العلامة هذا ما شاء الله متخصص في العقيدة يعني، ما علينا للأسف. بعدين قال له هل هو شيعي؟ قال له شيعي. قال